أكد على هذه التفاصيل. وانت بتختم هذه الصفحه بالشكل اللي ليه يا كابتن شوبير، بنروح بقى لصفحه ثانيه والتحضير للفتره القادمه. خليني اقول لك ان النهارده كان في ملعب مختار التتش جلسه التصوير الخاصه بتيشيرت النادي الاهلي اللي هيخوض بيه الموسم القادم بدءا من كاس العالم للانديه. طبعا جلسه التصوير تمت في ملعب مختار التتش لكافه اللاعبين، وزي ما قلنا ده التيشيرت اللي هيخوض بيه النادي الاهلي كاس العالم للانديه. طبعا بعد جلسه التصوير كان هناك يعني جلسه او محاضره فنيه بالفيديو مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني والكابتن محمد شوقي ايضا، وفي حضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للاعبين، طبعا ليه بعض الامور او الجمل الفنيه او اسلوب اللعب الخاص بفريق بتروجيت والامور اللي هيطبقها في التدريب. عايز اقول لك نفس الامر اللي شفناه امبارح، الحماس اللي عند اللاعبين، كل لعيب بيحاول يقول للكابتن عماد النحاس كلنا موجودين معاك، كلنا في ظهرك، كلنا ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه كل لاعب يبذل يعني جهد كبير جدا من اجل الحفاظ طبعا على املنا في بطوله الدوري. من المنتظر يا كابتن شوبير ان الفريق يستأنف تدريباته غدا ان شاء الله في تمام الساعه السادسه. عقب المران الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا للقاء بتروجيت. اقدر اقول لك من الكواليس ان ممكن بعض اللاعبين اللي كانوا غائبين عن المشاركه بصفه رسميه في المباراه الماضيه يكونوا موجودين في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. اكيد في تعديلات للكابتن عماد النحاس، تغيير كمان في طريقه اللعب بالنسبه للكابتن عماد النحاس. يا رب يا كابتن شوبير تبقى بدايه خير ان شاء الله باذن الله وتكمل على خير. كابتن شوبير انا موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل يا كابتن شوبير.